يلا بينا يا صديقي العزيز نشوف المسألة الجميلة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك اعمل لي برنامج، البرنامج ده يقرا من اليوزر رقمين ويتشيك هل الرقم الاولاني اكبر من الرقم الثاني ولا لا. يعني دي فكرة البرنامج بشكل عام. فخلينا كده ننفذ البرنامج. والموضوع بسيط خالص، ان انا دلوقتي هبتدي ان انا اخد من اليوزر انبوت لو خدت منه 10 و5، فلو 10 اكبر من 5 خلاص انا هطبع رسالة واقول ان مثلا نمبر 1 greater than نمبر 2. خلاص على كده. دي فكرة البرنامج يعني. فيلا بينا نروح على فيجوال ستوديو وننفذها مع بعض. ده البرنامج الجميل بتاعنا واحنا هنبتدي نشتغل. هنقول له using namespace STD بالشكل ده، وهنبتدي ان احنا بقى نعمل بقيه الشغل بتاعنا. اول حاجه طبعا احنا المفروض نكتب الخطوات قبل ما نعمل اي حاجه. نقول له ويلكم اليوزر الاول، وبعدين هنبتدي ان احنا نقول لليوزر احنا محتاجين منه ايه. مثلا ask user to input number 1 مثلا، وبعدين read number 1. وبعدين هنكرر نفس الكلام ده، ان انا هطلب من اليوزر يدخل الرقم الثاني وهقرا الرقم الثاني. دي الخطوات اللي انا همشي عليها مش اكتر يعني. وبعدين هاجي هنا اقول له check if نمبر 1 اكبر من نمبر 2، وبعدين خلاص انا كده هقفل البرنامج بتاعي. دلوقتي هنرحب باليوزر، مثلا نقول له welcome to check numbers with if statement مثلا. بعدين هنبتدي ان احنا ناخد السي اوت دي واطلب من اليوزر يدخل لي اول قيمه. اقول له please enter first number بالشكل ده. بعدين عايز اقرا القيمه الاولانيه، فانا عايز استخدم سي ان. فانا دلوقتي محتاج ان انا اعرف variable، فهقول له integer in number 1. نقول له equal 0 طبعا، وهنعرف الرقم اللي بعده كمان شويه وكمان. بس الاول بس عايز اقول له سي ان، وابتدي ان انا اعمل بقى الاوبريتور بتاعي وادخل القيمه في الفاريبل. كده انا خلصت الجزء بتاع الرقم الاولاني. هنعمل نفس الكلام في الرقم الثاني، ان انا هقول له هات لي السكند نمبر، وبعدين هبتدي اخد نفس الكلام ده واعدل عليه. اقول له ده نمبر 2 وده نمبر 2. كده انا عرفت 2 فاريبلز وخدت القيمه بتاعتهم من اليوزر. كده الدنيا تمام وزي الفل، وانا مفهم اليوزر كل حاجه وما عنديش اي مشكله تماما. دلوقتي هنبتدي نعمل بقى الاف ستيتمنت عشان تعمل تشيك. الاف ستيتمنت انا ممكن اعملها بطريقتين، ركز معايا. ممكن اقول له مثلا بوليان، واجي اقول له كده مثلا ايه بي ريزلت، واعمل عمليه المقارنه بتاعتي. هاجي اقول له مثلا ان لو نمبر 1 اكبر من نمبر 2، وفي النهايه النتيجه كده كده هترجع لي في بوليان، وانا اعمل تشيك على البوليان دي. اروح انا جاي كده اعمل تشيك على البوليان بتاعتي، وابتدي ان انا اطبع حاجه لما الكلام ده يتنفذ. اجي اقول له مثلا كده that is great مثلا، حاجه زي كده مثلا that is great. حلو هايل. طبعا لو انا حاطط سطر واحد بس مسموح لي ان انا اشيل ده واشيل ده، لان هو سطر واحد، فمش محتاج ان انا افتح البراكتس دي لو انا هكتب سطور كتير. اوكي بس. ولو هو ما طبعش ممكن انا اروح مثلا طبع حاجه مثلا كده، مثلا sorry for that، اي حاجه، اي كلمه تانية تعبر ان هم مش قد بعض. شفت انا عملتها ازاي دلوقتي؟ انا عملت النتيجه اهي وحطيت النتيجه في بوليان. طب ممكن يكون الكونديشن ده فيما بعد لما انت تيجي تبرمج اكتر او تشتغل على حاجات اكتر، الكونديشن ده قد يكون اكثر تعقيدا، وهنحاول ان احنا نتعرض لحاجه زي دي في سكتنا كده واحنا ماشيين. فخلي بالك ان انت ممكن يكون ده مثلا كونديشن وفي اند وفي كونديشن تاني وفي اور وفي كونديشن ثالث وارد. المهم ان النتيجه بترجع ايه؟ بترجع بوليان، وانا هنا بتشيك على ايه؟ على البوليان. وهنا طبعا عشان احسن في الكود بتاعي وعشان ان انا اوفر في الميموري، فانا هاخد عمليه المقارنه واحطها مباشره في الاف ستيتمنت، وهلغي الجزئيه دي لان هي ملهاش لازمه يعني، طولنا بيها خطوه على الفاضي يعني، مش محتاجين ان احنا نعمل كده. ونعمل التشيكيه بتاعتنا ونبتدي نحط بريك بوينت ونجرب البرنامج ونشوف هنوصل لايه. هندخل كده دخل الرقم الاولاني، هيطلب مني السي ان اهو انتر فيرست نمبر، انا هدخل 10 زي ما احنا كنا شايفين في الاكزامبل. وبعدين هروح يطلب مني الرقم اللي بعده، هدخل 5 وبعدين هكمل. هيعمل تشيك، طب دي 10 ودي 5، فالكونديشن هيتحقق، فهيقدر ان هو يكتب لي القيمه اللي انا كنت عايزها او يكتب السطر اللي انا كنت عاوزه. طبعا في كل الاحوال كتب ايه سوري فور ذات، بس الفكره كلها دي يا اما هتتكتب يا اما مش هتتكتب. تعال نجرب بقى في مره وهي ما بتتكتبش، نعكس بقى ايه القيم. خلاص احنا نعدي كده، اقول مثلا المره دي هدخل 5، المره اللي بعدها انا هدخل 10. الكونديشن ما اتحققش فمش هخش يكتب السطر بتاعي، هبتدي ان انا اشوف ايه ان هو كتب بس sorry for that، ما كتبش that is great خالص. وهي دي فكره الاف ستيتمنت بمنتهى البساطه. وكل ما احنا هنبقى بنكمل كده هنبتدي ان احنا ندي examples اكتر، ونبتدي ان احنا نخش في تفاصيل اكتر ان شاء الله. اشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.